السلام عليكم حبايب. الفرق بين الطيرة والفحل. طبعا قبل كل شي حبايب، قبل لا نبدي الفيديو، هي البلابل بعض الأحيان شكلها يصير محير. اكو طيور فحلة شكلها شكل طواير، واكو طواير شكلها شكل فحلة. احنا بالعموم قدر الامكان راح نوضح لكم الاشياء اللي متعارف عليها. عيون الفحل مدورة ووقفته عدلة، عيونها مدورة وقفته عدلة. هاي الطيرة شوف لي وقفتها مفخجة، وعيونها شلون اللي بيها سحبة، ومنقارها شوف لي اياه ناعم، ومنقار الفحل هذا وينه شوفه يصير مدبب وقصير، بينما المنقار مال الطيرة هذا وينه يصير بيه نعومة وشلون اللي مقوس. زين، ذني ابسط شي. يبقى بعد الذيل، يبقى للغود، ويبقى هذا البياض اللي نازل. بذني ابسط شي. تعرف الطير دائما من وجهه، عيونه مدورة والطيرة بيضاوية حتى لا تدوخ. منقار الفحل هذا وينه مدبب وقصير، لأنه قصته تصير أكبر من قصة الطيرة. هاي الطيرة شوف لي قصتها تصير أصغر من قصة الفحل، هذا السبب يبين المنقار مالتها أطول. وقفة الفحل قلنا عدلة، وقفة الطيرة دائما تصير مفرجة. تحياتي للجميع. باختصار هو إنما أكو بعد شرح هواية حبايب، بس ما أريد أطول عليكم. تعرف الطير اليوم من وجهه. زين،